السلام عليكم ورحمة الله. النهارده إن شاء الله هنشوف كل أسرار نجاح الهريسة مع الشيف محمد جنبي. ان شاء الله كده معانا كيلو وربع سكر و300 جرام جوز هند كامل الدسم مع نص كيلو لبن. دي كده المقادير المظبوطه بتاعه الهريسه المظبوطه. هنقوله تاني: كيلو وربع سكر و300 جرام جوز هند كامل الدسم مع نص كيلو لبن. هنا معانا نص كيلو اللبن وهننزل بيه. بسم الله ما شاء الله. نجيب بقى السمنه بتاعتنا. ده نص كيلو سمنه ان شاء الله بننزل بيه اهو. طبعا كده كله المحتوى بتاعنا معانا اتقلب كويس اهو ما شاء الله. فاضل العسل الجلوكوز. فاضل معانا العسل الجلوكوز هننزل بيه. ده العسل بتاعنا اهو ما شاء الله. هننزل برده ونستمر معانا في التقليب. قد ايه عسل يا شيف؟ ده نص كيلو يا استاذ علي. كده نص عسل يا شيف ونص كيلو ميه يا استاذ علي. وهيطلع على النار ونقلبه بقى على طول. نار هاديه برضه يا شيف. نار هاديه خالص ان شاء الله. بقت معانا بالجمال ده كده. ده نص كيلو الميه بتاعتنا اهو. نطلع بقى كده على النار يا شيف. هنطلع على النار وننزل بالسميد بتاعنا الجميل. هننزل معانا كده المحتوى معانا في الحله الصغيره دي كده يا استاذ علي. عشان تستحمل النار برضه. تستحمل معانا النار. طبعا كل ما الكميه تكون كبيره يا جماعه تكون الحله معانا كبيره. كميه صغيره يبقى هنشتغل بكميه صغيره بحله صغيره. هنا هننزل معانا السميد في الطبق ده. يا دوب يا جماعه هتدفى معانا كده وننزل بيها على السميد على طول. ان شاء الله كده يا استاذ علي دفت معانا كويس. هننزل بقى بيها على السميد بتاعنا الجميل. طبعا السمنه طبعا المحتوى بتاعنا سخن معانا كويس. نزلنا بيه على السميد. طبعا الكميه اللي معايا دي يا جماعه بتعمل معانا صينيتين. على قد صينيتين. احنا ذكرناهم يا شيف مع 3 كيلو سميد. مع 3 كيلو سميد يا استاذ علي. تمام. طبعا الهريسه يا شيف لها اكتر من طريقه. لا اكتر من طريقه. كل واحد بيشتغل بالطريقه اللي تريحه. بس احنا يا جماعه احنا بنعمل الحاجه من البدايه للنهايه. بنوصل للمشاهد الحاجه بتستوي ازاي وبتطلع ازاي والمقادير بتاعنا قد ايه بالظبط. والحاجه في نهايتها المهم يكون شكلها ايه، يكون افضل او مش افضل. طبعا احنا كده بعد ما دعكنا كويس يا استاذ علي قلبنا المحتوى بتاعنا مظبوط. هنكسبهم ان شاء الله على صينيتين ان شاء الله. كده هننزل معانا في الصواني. طبعا الصواني معانا سخنه كويس واخده سمنه. لازم تدفى معانا في الفرن يا جماعه. كل صينيه تاخد العيار بتاعها المظبوط. الحشو بقى يا استاذ علي على حسب احنا محبين. عايزين نحط لوز ماشي، نحط بندق ماشي، نحط كريز مشكل ماشي. شوف احنا بنحب ايه ونحطه معانا فيه. السوداني مثلا. بس اهم حاجه كل حاجه تكون نيه عشان ما تتحرقش مننا في الفرن يا جماعه. طبعا احنا كده بنطلع الهواء معانا اللي في الصينيه عشان ما يبقاش فيها اي هواء خالص. تمام. طبعا لسه هننعمها برضه يا شيف محمد. ان شاء الله يا استاذ علي. بص الجمال كده الشيف علي بيقطع اهو. طبعا بنخليها قطع صغيره يا شيف محمد. قطع صغيره يا استاذ علي بحيث طبعا ان احنا بنحط جلاش وبنحط كنافه يبقى الطبق معانا مشكل. وعشان ما نهدرش كمان. وعشان ما نهدرش. طبعا اللوز ده يا جماعه مش متحمص عشان لو متحمص هيتحرق مننا. لازم يكون ني. لازم يكون ني يا استاذ علي. تمام. هتخش على درجه حراره كام يا شيف؟ 150 يا استاذ علي. بتاخد شربات اول ما بتطلع يا شيف زي البسبوسه ولا بتبرد؟ لا بتاخد شربات على طول يا استاذ علي. ادام الشربات معانا بارد بتاخد شربات على طول. يعني لازم يكون فيهم حاجه بارده؟ ما ينفعش يكون الهريسه سخنه والشربات سخن. ده خطأ يا جماعه. هتطرى جامد. تطرى مننا جامد. عكس البسبوسه يعني. تمام يا استاذ علي. ما شاء الله. ده شكل الصينيه يا استاذ علي بعد ما طلعت معانا ما شاء الله. كده ان شاء الله هندخلها الفرن على درجه حراره 150.
طريقه سهله خالص، ممكن اي ست بيت ممكن تعملها بكل سهوله. ما خدتش تمام. مننا وقت يا جماعه. والتانية دي بتبقى زيها برضه. تبقى زيها ان شاء الله يا استاذ علي. كده الهريسه اهي بعد ما طلعت من الفرن وخدت الشربات. ان شاء الله. بص الهريسه جميله ازاي يا استاذ علي، بص الجمال. اه ارضيه بسم الله ما شاء الله زي الفل. دي الصينيه الثانيه. تمام. طبعا الشيف هي مظبوطه كده ما شاء الله يعني. مفيش غلطه بسم الله ما شاء الله. بص يا استاذ علي الارضيه ما شاء الله، الارضيه لوز يا جماعه، ده الجمال. ارضيه لوز، ده الجمال بتاعنا بسم الله ما شاء الله. هنا بقى يا استاذ علي معانا حلويات كتير برضو. معانا بسيمه، معانا كنافه حشو، مكسرات، معانا كنافه عيش، معانا كنافه سيجار بسم الله ما شاء الله. تعالى هنا كمان مع استاذ علي بسم الله ما شاء الله. هنا برضو جلاش سيجار، ده السيجار المبروم يا جماعه اللي هو بدون حشو، دي حاجه كده جميله بسم الله ما شاء الله. معانا هنا لذيذه كنافه شوكولاته، معانا كلير، معانا كنافه بصمه، بص الجمال. في منها محشيه وفي منها ساده شيف. في محشي وفي ساده. طب احنا هنقطع بقى الحلويات ده يا شيف ونرصها طبعا في الاطباق عشان تنزل معانا على السفره. ان شاء الله كل سفره يا جماعه هينزل على طبقين حلو. بسم الله ما شاء الله، حاجه كده تشرف وتشرح القلب وتفتح النفس. بسم الله ما شاء الله، شغله كله زي الفل. ارضيه جميله والوش بتاعنا جميل بسم الله ما شاء الله. مفيش جمال بعد كده. ان شاء الله برضه هنشوف نوريكم طريقه التقديم. اللهم صل على النبي، صل على رسول الله. ورينا شغلنا كده يا شيف يلا محمد. بينا. باشا هنا سلطه طحينه منزلين مايونيز. الله الحلو اكبر. بتاعنا ما شاء الله اهو. بص الجمال. 3 طبقات ابيض واحمر واصفر. احمر واصفر. يلا بينا نخش على السفره الجميله. اللهم صل على النبي. شواتك الجميله فين يا شيف؟ اللهم صل على النبي. ده الكبسه يا شيف محمد. معانا كبسه رز بسمتي ابيض، معانا مكرونه بالمفروم، معانا رز اسود، ده معانا طواجن. الخضار ايه؟ انزل بالطواجن معاك على طول يا شيف. دي كده السفره بتاعتنا اهي. السفره ما شاء الله. هنا الحلو بتاعنا الجميل اهو. ما شاء الله. هنا يا شيف هنا محمد الكبسه اهو ما شاء الله. كبسه لحمه حاطين عليها داوود باشا. هتلاقي في زياده. خد على الصبح. هنا نفس القصه يا استاذ علي. اللحمه والكفته، ده فرنش اللحمه ما شاء الله، ده يدوب. تسلم ايدك يا شيف. دي الكفته رز بسمتي، كبسه ما شاء الله، عرفنا شوف اللي بينزل حلو. سلطه بوليز، مكرونه. كمان واحد وبس. بص الجمال. تعالى معانا هنا برضو ممبار يا شيف على الشوايه. معانا الشومه كل واحد يا استاذ علي. بص الجمال. ورينا برضو شكل الحلويات يا شيف. طبق الحلويات المشكل ده. طبعا معانا كنافه وجلاش وكلير، كنافه شوكولاته، كنافه بصمه، ده محشي من بره يا استاذ علي اهو. ننزل معانا مع الشوايه بسم الله ما شاء الله. كفته هنا ما شاء الله. طبعا السفر عندنا كلها واحد يا جماعه. سوري في اللفظ، الوزير زي الغفير، شغل ما شاء الله. دي الطواجن بتاعتنا بتنزل لسه اهو. ايوه ما شاء الله. يلا بينا على الناس بره كده السفره يا استاذ علي، حاجه كده ما شاء الله بره. دي كده السفر بتاعتنا اهي. منورين كده يا رجاله، منورين. هو قال لك بقى حياتك لا تزود. لا تزود. هينور يا عم علي. حبيبي يا شيف نبيل، حبيبي يا عبد. اصحاب الفرح احلى ناس في الدنيا، ناس البشيش. عايز حد عندك؟ ما شاء الله. يا باشا. تعال استاذنا، تعال اتفضل اتفضل اتفضل.
اتفضل 6 كده شيف. اتفضل يا استاذ مهم. كمل عندك اهو. طبعا يا جماعه احنا بنظبط برضه ما بنسيبهاش. الترابيزات شغاله معانا 8 يا شيف. شغاله 8 ما شاء الله.